لما شخص بيضايقني انا اللي بحدد وقت المضايقة قد ايه في حياتي. يعني زي مثلا انا اتعورت، ممكن الف ايديا او الف صباعي يعني ببلاستر واكمل شغلي عادي جدا وانسى اصلا اللي حصل، او ان انا اقعد شويه ماسكه صباعي واجيب مطهر واجيب بلاستر وافضل اطهر في الجرح واحط كحول واخد وقت ساعتين 3 عقبال ما الألم بتاع الوجع يروح، او ان انا افضل ماسكه الألم لا مني عالجته ولا مني حطيت له حاجه تطهره، وافضل اعيط وانوح واشهد كل اللي حواليا على الجرح اللي في صباعي، وافضل قاعده عليها ما بعملش حاجه، ما بقومش اشوف اشغالي، ما بقومش اشوف حياتي، ما بتقدمش لقدام ولا بعمل اللي عليا، وبأجل يوم ورا يوم عشان خاطر انا متعوره في صباعي. هو ده بالظبط اللي انتي بتعمليه في حياتك لما حد بيضايقك او بيقولك كلمه تجرحك، او شخص بيتنمر عليكي، او شخص بيحاول يحبطك. هو ده بالظبط اللي انتي بتعمليه. انتي بس اللي تقدري تحددي وقت المضايقة قد ايه، سواء ان انتي ما يفرقش معاكي وتكملي حياتك عادي، او انك انتي تتضايقي اللحظات او ساعات معينة وبعد كده تسترجعي حياتك عادي خالص، او انك انتي تفضلي قاعدة تنوحي وتشتكي وتعملي قعدات وتعملي جلسات وتتصلي بده وتكلمي ده وتوقفي حياتك على الشخص ده او على مضايقته ليكي او على الموضوع اللي ضايقه بيكي، فيبتدي هو يتمادى وانتي تفضلي واقفة محلك سر، وهو اللي بيتقدم وهو اللي شايف حياته ومبسوط جدا ان هو بيضايقك وموقفك محلك سر.